ريال مدريد اخيرا بيلعب في الدوري الاسباني. كان بيلعب اوساسونا وقدر يكسب 1-0 بضربة جزاء عن طريق كيليان امبابي. هو اللي جاب ضربة الجزاء وهو اللي شاط ضربة الجزاء. كان الهدف الوحيد في الماتش. ريال مدريد ظهر بأداء متوسط طبعا. يعني تشكيلة تشافي الونسو كان بادئ بطريقة 4-4-2. لعب بطريقة متوازنة. الماتش طبعا مش أقوى حاجة، بيلعب أوساسونا فكانت فيه فرص طبعا، بس برضو الفرص كانت قليلة ومعظمها مش من كور ملعوبة. فلسه برضو ريال بيستكشف مع تشافي الونسو الفرق، فيعني لسه محتاج وقت، بس قدر يكسب في بداية الدوري الأسباني. ولعب أصلا، ده لعب يعني كان طالب تأجيل الماتش، ولعب هو الحقيقة آخر ماتش في الدوري الأسباني لعبه، يعني حتى ولا سبت ولا حد ولا اتنين، لعب التلات وقدر يكسب 1-0. فنتيجة كويسة لريال مدريد وجمهور ريال مدريد في بداية الدوري الأسباني، بس ظهور متوسط. ما تقدرش تحكم على الريال هيعمل ايه في الماتشات، لسه هنشوفه. الدوري طويل والموسم طويل والكورة هتحسم الدنيا. وطبعا كمان محمد صلاح النهارده فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الدوري الإنجليزي. طبعا فاز للمرة الثالثة في تاريخه، فاز قبل كده 2018 و2022، والسنة دي فوز 2025 أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الدوري الإنجليزي. حاجة كويسة جدا، وألف مبروك لمحمد صلاح.